كريستيانو رونالدو ما راح يروح على العراق. شو السبب؟ في ناس عم بتقول وعكة صحية، وناس تانيين بتقلك انه الشركة الامنية التابعة بكريستيانو رونالدو حذرته وما خلته يروح للعراق بسبب الوضع الامني يلي موجود بالعراق، انه الوضع الامني ضعيف. كان المصيبة انه اعلن هذا الخبر قبل يوم واحد بس من المباراة، والجماهير العراقية راحوا يعني أعداد جدا ضخمة ودفعوا مبالغ طائلة بالنسبة يمكن للدخل العراقي. شوفوا أعداد الناس كيف تهافتت على التذاكر وكيف اشتروا التذاكر. كلفت التذكرة 100 ألف عراقي، أي ما يعادل 77 دولار أمريكي. فشو رأيكم بهي القصة؟ هل هذا من المعقول؟ هل من المعقول اليوم انه كريستيانو رونالدو يعتذر عن هي المباراة؟ هل بالفعل في وعكة صحية ولا لا بالفعل كان الوضع الأمني هو السبب؟ طيب لأيمت هذا الموضوع رح يستمر؟ الحكومة لما شافت الجماهير العراقية كل هاد عم تتهافت للتذاكر، حذرت الجماهير انه تشجع النصر بدل النادي المحلي. قالت لهم بتشجعوا الشرطة العراقي، مو تبهدلونا تروحوا تشجعوا النصر وكريستيانو رونالدو. لكن بعد اعتذار كريستيانو رونالدو ما بظن في عراقي راح يشجع النصر، وكلهم راح يكونوا مع الشرطة العراقي. بالتوفيق للناديين.